اسمع، إذا كنت جالس في مجلس وجاء واحد يحس في أخوك ولا في جارك ولا في الإمام ولا في المؤذن، قل الله يرحم والديك، ريح. ترى احنا في غنى من هذا الكلام. اسكت، الله يرحم والديك، ثم اذكر أخوك بخير ولا اسكت. لا قال أنت قلص ولا كلمة. ترى أنا سكتك الآن باحترام، خلينا نغير الموضوع. جيب قصة، جيب سالفة، غير الموضوع. وإن شفته ما زال يهاجم قال الله يفرق بيني وبينك، قم من المجلس وخلنا، ولا تخجل ولا تستحي. احنا تدرين وش عيبنا؟ عيبنا الحياة والسكوت، ونقول يا رجال ما لي دعوة، خلي ذنبه على جنب. نقول لا، فأنت اللي تجلس وتقول لا والله أنا ما لي دعوة، وخلنا جالس يحش وتقول لا أنا ما لي دعوة. الحمد انتبه، تراك فالإثم سوى. ولذلك من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه نار جهنم يوم القيامة. فنقول انتبه، ربما تقول كلمة في مجلس ما تلقي لها بال تهوي في نار جهنم. وعندك بسيطة، ترى احنا دائما والله وانا اولكم، والله احيانا فعلا يزلق اللسان ونقول كلمات، لكن الواحد يستغفر يستسمح من الرجال. واذا شاف جالس في مجلس وقام رجال يتكلم يقول يا اخي اسكت، الله يرحمه، اسكت، لا تستحي، لا تستحي من الحق ابدا، خليك قوي في الحق. قول والله هذا ولد عمي، هذا خوي بيزعل علي، خليه يزعل. يا اخي ترضى انه يزعل ولا يزعل الله؟ لان الساكت على الحق مثله.